قصة النهارده عن الأمير بوجي، طفل صغير بيحب يكتشف العالم وبيحب يعيش حياته بريئة زي أي طفل عادي، لحد ما بيقف قدامه ظل من قطاع الطرق واسمه كاجي. بس يعني الأمير مش بيعرف يتكلم ولا يسمع، ومع ذلك كاجي قدر يفهمه ويثبته وياخد هدومه كمان، والأمير بيديها له من غير أي مقاومة. المهم بيروح المملكة من غير هدوم والناس كلها ميتها عليه من الضحك، بس ولا فارقة معاه وبيكمل طريقه بابتسامة عريضة لحد اليوم التاني بيجي في نفس المكان اللي كان واقف فيه وكمان معاه هدوم أكتر. الظل بيقول له تعالى ده أنت لقطة، وبوجي فرحان زي اللهبل، بس هو مش فرحان عشان اهبل فعلا، هو فرحان عشان اخيرا لقى حد بيفهمه من غير ما يكلمه بلغه الاشاره. المهم بياخد هدومه برضه، وكمان بوجي بيقول له انا هجيب هدوم اكتر تاني يوم، وفعلا بيجي اليوم اللي بعده وبوجي جاي طاير من الفرحه والامل في عينه انه يبقى اعظم ملك في العالم. بياخد هدومه تاني، بس كاجي المره دي قرر يمشي وراه، وبيشوف اطفال القريه وهم بيتنمروا عليه لحد ما بيروح جري من الاحراج وبيخش القصر بتاعه هو من غير هدوم عشان امه هي كمان تيجي تهزقه وتكمل عليه. ايه اللي انت بتعمله ده يا بوجي؟ انت بتلطخ اسم عيلتنا في التراب، انت ازاي هتبقى ملك بالمنظر ده؟ دايد اخوك مناسب اكتر انه يبقى ملك. المهم الملك دلوقتي على فراش الموت وعايز يشوف بوجي، ويا عيني بوجي بيعيط في اوضته لانه تعب من التمثيل وتعب من التنمر. كل الوقت ده كان عامل نفسه مش فاهم حاجه وماسك على نفسه من العياط. كاجي بيحاول يتسحب وراه ولكن واحد من الحراس بيمسكه، وبوجي دلوقتي وصل عند الملك بوس، الملك اللي في الترتيب السابع، عملاق من اقوى ملوك العالم اللي انقذ قريته من الهلاك المؤكد واصبح هو الملك عليهم. ودلوقتي جه الدور على بوجي لان ابوه دلوقتي بيكح دم وفي اخر لحظات حياته، ووصيته الاخيره لبوجي هي كانت كرس نفسك للتمرين يا بني. في الاحيان دي كاجي مزنوق في حيطه سد وبالعافيه بيعرف يهرب من الحارس اللي كان ماسكه، على عكس بوجي اللي قاعد بيتمرن وبينفذ وصيه ابوه، لحد ما بيجي اخوه رخم شويه وقال لك انا هنازل السياف دوماس احسن سياف الاراضي الملكيه، وفعلا نزل معاه نزال وبيلوش العصايه بتاعته يمين وشمال، ضرباته سريعه واسلوبه مناسب للملوك، ولكن في الاخر الخبره كسبت رغم انه عارف انه خسر من احسن سيافين العالم، ومع ذلك متعصب وزعلان من الخساره دي. بوجي اول ما شاف القتال اتحمس وقرر يثبت نفسه هو كمان، ونزل قتال مع اخوه دايد. الخبر انتشر في كل مكان في القصر حتى كاجي جه يتفرج، وبدا النزال فعلا. دايد بيرمي اول ضربه وبوجي بيتفاداها بسرعه مجنونه، كل ضرباته بتروح في الهواء ومن غير فايده. مين كان يعرف ان بوجي موهوب للدرجه دي؟ وكمان بيرد الضربات سريعه ولكن ضعيفه شويه. وبمناسبه ان كاجي قاعد بيتفرج عايزين نعرف ايه قصته. كاجي كان طفل من عشيره الظلال، وهي عشيره مكونه من قتله مأجورين اللي بياكلوا عيش بين قتل الناس، بس الكلام ده كان زمان قبل ما يتم القضاء عليهم كلهم من قوات الجيش، وما عادش فاضل غير كاجي وامه بس اللي بتضحي بحياتها عشان ابنها يعيش، لحد ما بيقطعوها من غير رحمه. والدور على كاجي، بس لحسن الحظ بيلاقي ناس طيبه بتغطي عليه. بنت صغيره خبته في الدميه بتاعتها وبتكذب على الحراس عشان يمشوا، بس يا عيني كاجي اول ما شاف جثه امه متقطعه قدام عينيه بدا يعيط بقهر وبصوت عالي، ولكن البنت الصغيره عيطت معاه عشان تغطي عليه، وفعلا الحراس بيمشوا. اخر ذكرى لكاجي وهو طفل كانت اللعبه اللي امه ادتها له في عيد ميلاده. بيتجه كاجي ناحيه قريه مجهوله وهو طفل صغير جعان من عشيره الظلال، مش معاه ياكل ومش معاه قبول للبشر، حتى انه بيحاول يضحي بدميته عشان ياكل، ولكن في الاخر بيتضرب وبيترمي في الزاويه لحد ما واحد بشري بيعطف عليه بشويه بواقي اكل، وبعد كده بيسخروا خدام عنده مقابل بواقي الاكل، وبيعاملوا اسوأ معامله، ومع الوقت بيعلموا السرقه ويبدا يروح يسرق لوحده مقابل قروش بسيطه جدا. وكاجي زي اي طفل صغير مش فاهم حاجه اتعلق بالراجل ده لانه كده ملوش غيره في الدنيا، لحد ما في يوم الحراس دخلوا على بيت الراجل، والوهله الاولى بيبان ان هم بيدوروا عليه، ولكن هم في الاغلب بيدوروا على كاجي لان الراجل القذر ده بلغ عليه مقابل مكافاه ماليه بسيطه. المهم بيعرف يهرب كاجي وبيرجع البيت، بيلاقي الحرامي مش عايزه تاني في البيت، بس بيمشي وراه برضه لحد ما بيخش مكان يشرب ويسكر ويتخانق، وبينتهي بيه الامر مطعون في صدره. كاجي عشان طفل صغير مش فاهم حاجه زعل على البشري اللي كان بيعامله وحش، وبيهرب من المدينه من كتر الخوف والذعر، وبيعيش حياه صعبه ومهينه بترسم تعبيرات وشه السنين الجايه، لحد دلوقتي ما بيقابل بوجي وقاعد بيتفرج عليه في القتال. وبوجي مبدع في القتال، كل ضربه من دايد بتروح في الهواء وكل ضربه من دايد بيضربها بوجي، حركات سريعه وعيون اسرع، ولكن للاسف ضرباته ضعيفه ومش بتعمل اي تاثير، لحد ما دوماس وقف القتال وقال له ما ينفعش كده يا بوجي، ده مش اسلوب ملوك، لازم تصد الضربات وترد بضربات اقوى، الاسلوب اللي بتلعب بيه ده مش نظيف. وفعلا بوجي بيغير اسلوبه، ولكن ده مش انسب اسلوب لبوجي لانه اكيد قوته البدنيه ضعيفه جدا ومش هيقدر يصد ضربات اخوه القويه، وكل ضربه بيصدها بتيجي فيه برضه، ومحدش عايز يوقف القتال، وبوجي بيتعجن ضرب لدرجه ان كاجي كان هيتدخل، بس واحد من الحراس بينقذ الموقف، قرر ينقذ بوجي. المهم الامير دايد بيرجع غرفته فرحان بالنصر المزيف بتاعه، وبيكلم الملايه السحريه، وبوجي على فلاش المرض جسمه كله متكسر، وبيحاول يقوم يشيل السيف بتاعه والدموع في عينيه، بس اول ما شاف كاجي مسح دموعه عشان اداله شويه امل في اسلوب القتال بتاعه، وانضم لصفه كصديق قبل ما يكون حليف، وده اللي بيخلي دموع الحزن تتحول لدموع الفرح. بس لازم تمشي
دلوقتي يا كاتي، لانه كده كده مش هيعرف يتحرك لمده طويله، او ده اللي كان فاكره، لحد ما زوجة الملك دخلت على بوتي، وزي ما بيبان للوهله الاولى انها هتموته، ولكن هي في الحقيقه بتشفيه بكل ما اوتيت من قوه. هنا كاجي اطمن وطلع من القلعه، بس قبل ما يروح في حته بيبين بيمسكه، والمره دي مش هيسيبه، وزي ما السياف مش هيسيب كاجي، الموت مش هيسيب الملك بوس. اليوم ده كان لازم يجي. وصيه الملك كانت ان بوتي هو الملك الجديد. فجاه هم قاعدين بيطلع دخان احمر من بق الملك وبيتشكل على هيئه شيطان، واول حاجه بيعملها انه بيشاور على بوتي، بعدين بيشاور على نفسه ويسخسخ ضحك. كل شاف المنظر المرعب ده واتاكد في نفسه ان بوتي ما ينفعش يبقى الملك. دايد اول واحد مشي وراح على طول على المرايه السحريه بتاعته يسالها مين هيبقى الملك. قالت له انت هتبقى الملك حتى لو ابوك اختار بوتي. وده اللي حصل فعلا. في يوم اعلان الملوكيه كل مفكر ان بوتي هيبقى الملك بحكم انه الابن الاكبر، ويوم اعلان النتيجه بوتي اتكسر قلبه الصغير لما تم اعلان ان اخوه الصغير هو الملك، عشان امه عملت اجتماع بين اقرب الناس للملك واتفقوا بالتصويت ان الملوكيه هتبقى مع دايد، خصوصا بعد ما شافوا الشيطان اللي طلع من جثه بوس. يا عيني عليك يا بوتي، ما قدرش يقاوم دموعه ومشي من المملكه وصوت عياطه بيعبر عن قهرة قلبه. مش لوحدك اللي مقهور يا بوتي، كاجي كمان محاولته الاخيره في الهرب بتفشل بعد ما قطع جزء من جسمه عشان يهرب، بس المره دي السياف قرر يرحمه. اول ما سمع منه انه موجود عشان يساعد بوتي، راح السياف للامير بوتي وقال له ان كاجي راح رحله طويله ومش هيرجع تاني. بوتي قبل ما يزعل افتكر الوعد بتاع كاجي وقام يدور عليه على طول. بعد ما السياف بيبين مشي راح للملك دايد وقال له يخلص على ابيس لانه مش واثق فيه. في الاحيان دي بوتي لقى اول دليل للبحث عن كاجي وراح لملك التعبين يساله عن مكانه. بيرفض يقول له في الاول، بس بعد كده بيعرفه انه عمل اتفاقيه مع بيبين وبعته في مهمه طويله، ودلوقتي بيبين كمان راح يخلص مهمته ويقتل ابيس. اول ما اتقابلوا هما الاثنين ما نطقوش ولا كلمه وبدا القتال على طول. بيبين بيهجم من غير تردد وبيكسر الرمح بتاع ابيس وكانه قاتل محترف، بس ابيس خصم مش سهل، بيقدر يقتل بيبين حتى والرمح بتاعه مكسور. ده بيبين قد ايه هو مقاتل ماهر. والملك قاعد دلوقتي مستقنيس وما يعرفش ان بيبين مات، وكفاهوش كمان ده عايز يقتل بوتي عشان ينفرد بالسلطه، بس طبعا امه مش موافقه. ازاي عايز تخلص على بوتي؟ ده مجرد طفل مش بيعرف ينطق وما بيعرفش يعمل حاجه لوحده. وبوتي دلوقتي قاعد بيفكر ازاي يخلي نفسه اقوى لحد ما يجيله فكره انه ينطلق في رحله. وطبعا اول ما قال لمامته قعدت تهزقه، انت ازاي فكرت في كده اصلا؟ هتروح تعمل ايه بقوتك دي؟ انت مفروض الاخ الاكبر للملك ومفروض تفكر بحكمه اكتر. طبعا اول ما سمع الكلمه دي افتكر الملوكيه اللي اتسرقت منه والدمع نزلت من عينه، بس لسه في طاقه للمحاوله. بيلم شنطته وبيسيب تاجه، بس اول لما جه يمشي الحراس بيمنعوه. جات له فكره انه ينزل من الشباك، بس الحبل بتاعه اتقطع ونزل على دماغه، والست الوالده نطت وراه ولكن الحارس لحقها. بينزلوا على السلالم عادي عشان يجيبوه، وطبعا الملكه هيلينج اول ما شافت المنظر كشرت على عضلاتها وبدات تشفيه بكل نقطه قوه ممكنه، رغم انها مش امه الحقيقيه الا انها خدت مكان في ذكريات بوتي، وخصوصا انها حاولت اكتر من مره عشان تخش قلب بوتي الصغير، وفي اخر محاوله نجحت فعلا بعد ما انقذته من تعبان براسين، بس مع ذلك كان زعلان على التعبان اللي بيعضه. اول ما هيلينج شافت المنظر ده ما ترددتش انها تشفي التعبان من جراح ويبقى بعدها ملك التعبين دلوقتي وصديق بوتي القديم. وعشان هيلينج بتحبه قررت تسيبه يروح في الرحله، بس بشرط انه هياخد اتنين معاه، دوماس اللي هو احسن سيافين العالم وواحد تاني من الحراس اسمه هوكورو، والشرط التاني ان الرحله هتكون لبيت عائلتها وبعدين يبقى على طول. وفعلا بتتفتح ليه ابواب القلعه وبينطلق في رحلته لعائله هيلينج. واول ما بيمشي هيلينج بيجي لها شعور غريب كانها اخر ايام حياته. دلوقتي بوتي مفيش قلق عليه قوي لان معاه واحد من احسن سيافين المملكه دوماس. الملك بوسو كان عينه على بوتي عشان يبقى المدرب بتاعه، ودلوقتي بقى واحد من اعز اصدقائه وواحد بيفرح بمجرد انه تواصل معاه. في الايام دي بعد ما الملك بوسو مات وصل واحد من لجنه التحليم عشان يحدد تصنيف الملك الجديد اللي هو حاليا دايد، قاعد في غرفته الملكيه بيسمع وسوسه المرايه السحريه. الملك بوسو كان قوته عظيمه جدا عشان كده المرايه عايزاها يسحب القوه دي من جثمان الملك. الملك بوسو كان بيسحق وحش الاختبار بضربه واحده، ولكن انت هتعمل ايه يا دايد بامكانياتك الحاليه؟ انت مش قوي زي بوسو ومش سريع زي بوتي. بمناسبه بوتي رحلته لحد دلوقتي ماشيه حسب الخطه لحد ما تقابلهم اول عقبه من عقبات المدينه. بوتي بيشبط في المشتتات وبيسيب هوكورو محتاس وبيروح يتفرج على عرض الدمى، وبيخلص بيه الحال نايم على الرصيف وشنطته مسروقه. طبعا دوماس مسكهم هزقهم هما الاثنين، بس المشكله اصلا مش في الشنطه، المشكله اللي جوه الشنطه كانت رساله لاهل الملكه هيلينج، ولكن خلاص عوضهم على الله. مش اول حاجه يخسروها ومش اول حاجه يخسرها الملك دايد برضه، لانه نزل في المركز ال90 من تصنيف الملوك. على تانية الامير بوتي بياكل فطاره زي الدب عشان هو شخص طيب، هياكل صحابه معاه عشان يكملوا الرحله ببطن شبعانه. وهما ماشيين في الطريق بتحصل حاجه غريبه شويه، شنطه بوتي موجوده في الطريق عادي ولا كانها اتسرقت، لا وكمان كل حاجه موجوده في مكانها. بياخدوا الشنطه وبيكملوا طريقهم اللي مليان اخطار وانهار وغابات واشجار لحد ما بوتي بيقع في فخ قاتل، بس بيعيش بعجوبه.
غيبوبة، وبيقرر انه هيخش يكتشف الحفرة اللي وقع فيها لحد ما بيقابل راجل عجوز دماغه لسعة شوية، قعد يقول كلام مش مفهوم، وشوية شوية حيوان تاني وقع في المصيدة بتاعته. قعدوا يطبخوا اللحمة بتاعته وهما بيتفرجوا على ظاهرة غريبة بتحصل قدامهم، وراجل عجوز بص لبوجي كده وقال له انت التضحية الجاية، وقبل ما يهجم عليه بيهرب منه وبيوصل عند دوماس وهوكورو. بيمشوا بعيد عن الراجل المجنون ده في الغابة عشان يريحوا شوية، بس قبل ما بوجي ياخد قطمة من اللحمة بتاعته بتتملى سكاكين فجأة، ومفيش أي أثر إن مخلوق حي معاهم ما عدا ثعلب ومعاها أطفالها. خدوا اللحمة عشان ياكلوها، بس بوجي قلبه طيب فمش هيمشي وراهم. المهم بوجي وهوكورو كملوا نوم بعد القلق اللي حصل ده، ودوماس صاحب بيدور على صاحب السكاكين دي ولكن مفيش أي رد. المهم بيعدي الوقت وبيطلع الصبح، ومن الصبح بيطلع الحزن عشان الثعلب الأم وأطفالها ماتوا لما كلوا اللحمة. ده معناه إن السكاكين اللي اترمت عليهم كانت مسممة. ما تزعلش يا بوجي، أنت كنت مصدر إلهام لهوكورو، دايما كنت بتواسي الناس من غير مقابل زي ما كنت بتعمل بالظبط، ودلوقتي هوكورو بيرد لك الجميل وهيدفن العيلة الثعالب دي تكريما ليه. دلوقتي مفيش وقت للحزن لأنهم وصلوا لأخطر مكان في العالم حاليا، بوابة الجحيم. بعد كذا دقيقة الحفرة دي بتطلق نار مشتعلة للسماء، هي دي أبواب الجحيم وهي دي محطتهم الجاية. هوكورو راح يدور على مكان يباتوا فيه عقبال ما دوماس وبوجي يروحوا يشوفوا الحفرة من قريب. قام بوجي يبص على الحفرة وشكلها آخر بصة في حياته، لأن الخيانة كانت قريبة جدا من ظهره أكتر مما يتوقع، لدرجة إنه كان هيموت من القهر قبل ما يموت من الحفرة. دوماس بدم بارد زي التعابين رمى أعز تلميذ عنده في الموت من غير ما يفكر حتى، ودلوقتي قاعد ضاحك نايم زيه زي دايد الملك اللي عقله الباطني بيطارده، وعارف كويس إنه مش هيقدر يعمل حاجة من غير بوجي، وأحلامه بتطارده زي الكوابيس. بوجي كل ما يقع بيقوم تاني، ودايت عارف كده كويس. لما بيتخض من الحلم ده بيقرر إنه هياخد القوة من جثة الملك بوس. دلوقتي بمعجزة ما بوجي عايش في حفرة الجحيم. أثناء سقوطه من الحفرة طلع سهم من الشنطة وشبك في الجدار وأنقذ حياته، أو بالأصح كاجي هو اللي أنقذ حياته. طول الرحلة كان معاه جوه الشنطة، وأول ما قابلوا بعض ما قدروش يمسكوا الدمعة من عينيهم، دموع الفرحة وراها ضحكة. لقطة جميلة في الأنمي، والأجمل إن كاجي كان معاه في كل لحظة من أول ما بدأت الرحلة وقع من البرج لحد ما وقع في الحفرة، ودي كانت حكمة من بيبان اللي بعته عشان يراقب بوجي في السر. المهم دلوقتي إن حياة بوجي في خطر، ولازم يكمل طريقه عشان ما عادش فيه ثقة في حد. يعني تخيل يا بوجي أخوك دايد اللي متربي معاك أمر صديقك العزيز إنه يقتلك، يعني من الآخر قمة الغدر. هتروح فين من ضميرك يا دوماس؟ لسوء حظك بوجي عايش ومش هتعرف تبص في عينه طول حياتك، ودلوقتي بيغامر بحياته قدام مقبرة من العظام. ايه اللي حصل هنا بالظبط؟ هتعرف دلوقتي ايه اللي حصل. ريحة غريبة طلعت من الحفرة، بس قبل ما يفكروا يهربوا الغاز بيقطع أنفاسهم وبيطب على الأرض ساكتين. دايد دلوقتي مش مكفي إنه ياخد الحكم لوحده، لا كمان عايز ياخد القوة من جثة بوس. بيمشي ورا المراية السحرية اللي شكلها توديه في داهية. نزل جوه أنفاق سرية تحت القصر ولقى فيها 2 حراس كانوا خادمين عند الملك بوس. فدول لمكان غريب مليان وحوش وأشخاص مجمدين، والصدمة إنه لقى جثة أبوه جوه مجمدة. جه الحراس نزلوا جثة أبوه في المفرمة عشان تستخرج منها النخاع، وبعدها بتخلطه مع دم مخلوق أسطوري اتولد وكبر في نفس اللحظة. ذبحوا المخلوق ده وحرقوا جثته عشان يطلعوا منها دم مقدس، وبعدها بيعملوا إكسير للقوة مفروض دايد يشربه عشان ياخد قوة الملك بوس، بس طبعا مش هيعمل كده. رفض دايد يشرب الإكسير ده وخد عهد على نفسه إنه هيجتهد لحد ما يوصل للترتيب الأعلى في الملوك. طبعا المراية قعدت توسوس ليه شوية، بس كلام معلمه بيرن في دماغه، وبيقرر إنه مش هيشرب البتاع ده. قامت المراية خلت الحراس يهجموا عليه، بس مسكهم عدمهم العافية. طلع عنده عزة نفس ودلق الإكسير على الأرض. نرجع لبوجي بقى. بعد ما يغمى عليه من الغاز السام جت مجموعة من الجنود خدوهم للملك بتاعهم. ازاي الغاز الملعون ما قتلهم؟ ببساطة لأنهم أصلا ملعونين. بوجي مفروض يكون عملاق وقوته اتسرقت منه، وكاجي حياته بايظة. المهم الملك صحاهم، وبالصدفة طلع عارف إن بوجي ابن الملك بوس. الكلام ده كله تحت الأمر. اللي بيحصل فوق الأرض دلوقتي إن هوكورو اكتشف إن دوماس رمى بوجي في الحفرة، وعمالين يتخانقوا دلوقتي لحد ما هوكورو ضرب إيد دوماس. واضح إن في مشاعر أقوى من الألم في قلب دوماس، لأنه مسك السيف وقطع إيده من شدة الندم على اللي عمل. تحت الأرض بقى الملك عمال يتنمر على بوجي شوية، بس كاجي وقف يتكلم عنه. قال له إن هما بيدوروا على حد هيدرب بوجي عشان يبقى أقوى، بس الملك قاعد يتنمر عليهم برضه، وقال لهم الشخص اللي بتدوروا عليه هو أنا الملك ديسهار ملك العالم السفلي. بس قبل ما يدرب بوجي هيحطه تحت الاختبار الأول. بوجي هيواجه قائد فرسان العالم السفلي بالغ القوة وعنيد العقل وما عندوش رحمة. هجم عليه بوجي بس ضرباته ملهاش أي لازمة، والملك اداله فرصة أخيرة، والمرة دي الفارس هو هيضرب. أول ضربة بوجي اختفى من قدامه، والثانية والثالثة والرابعة. الفارس اتعصب وقعد يضرب في كل مكان بس مفيش فايدة. سرعة ودقة وذكاء في التحرك، كل ما يفكر نفسه ضرب بوجي بيلاقيه اختفى. استسلم الفارس، بس برضه الملك رافض يدربه بحجة انك ازاي هتهزم خصمك بالطريقة دي، هتكسر دراعه ازاي وانت عمال تتفادى ضرباته بس. المهم كاجي قعد يتحايل على الملك شوية لحد ما افتكر انه معاه رسالة توصية.
الطاقيه. اول ما الملك خد الرساله قطعها ورماهم هما الاثنين بره، ويعني بوجي زعلان على ضعفه وقله حيلته ومش قادر يمسك دموعه كالعاده. بس قبل ما يمشي الحارس بيقول له اخبار تجيب الجلطه. الشخص اللي بتدوروا عليه اصلا من الاول ما كانش الملك ديسهار، كان اخوه الصغير الملك ديسبار، وده المفروض يدرب بوجي عشان يبقى اقوى. الحارس اداهم رساله التوصيه ودلوقتي بقوا عارفين وجهته من حقيقيه، على عكس الملك الصغير ده ان المرايه السحريه مش عايزه تسيبه في حاله، ودلوقتي ابيس كمان مش هيسيبه في حاله. بس شكلهم يعرفوا بعض من زمان. المرايه دي اسمها ميرانجو، وشكلها وقعت ابيس ضحيه لخداع، ودلوقتي هو تحت رحمتها. دايت كان عايز يقتل ابيس وهو بيكلم ميرانجو، ولكن منعته وفعلا مش بيقتله، بس ابيس استغل الفرصه وضربه لحد ما اغمى عليه، وبعدها مسكوه وشربوه الاكسير بالغصب، وللاسف الاكسير ده مش بيزيد قوه او حاجه. في اللحظات دي بوجي وكاجي وصلوا لمملكه ديسبار، ولما وصلوا عند بيته لقوا بيت شكله مرعب شويه، ولكن اللي فتح الباب كان شكله وسيم زياده عن اللزوم. المهم قرأ رساله التوصيه اللي اخوه قطعها، بس ديسهار قطعها ليه اصلا؟ ببساطه لانه غيران من اخوه، لانه احلى منه في الشكل والعلم والقياده. المهم قال لهم انه مش بيقدر يخلي اي حد قوي، لازم يكون عنده موهبه واحده وهي الشجاعه. الشجاعه قدام الصعاب والشجاعه قدام الناس مهما ضحكوا عليك تكمل طريقك. وكمان هاتوا فلوس وانا هدربه ببلاش ولا ايه؟ المهم كاجي طلع كيس فلوس وقال له مش كفايه، قام طلع كل اللي عنده او بالاصح الحاجات اللي سرقها من بوجي. وطبعا ديسبار اول ما شاف الفلوس عينه نورت وقال لك تعالى يا ابني انت تلميذي خلاص. المهم دخل القصر عشان بوجي يكتشف صدمه جديده. ديسبار قال له ان قوته البدنيه معدومه، معنى كده انه مش هيزيد في القوه مهما اتمرن، مستحيل يكون قوي زي الملك بوس، وحتى لو اداله جرعه سحريه بتزيد القوه. هي فين القوه اللي هتزيد دي اصلا؟ طبعا بوجي سمع الكلام وقلبه غرق في الاحباط، ولكن الملك ديسبار مش هيستسلم، وعده انه هيدربه عشان يبقى اقوى مهما حصل. طبعا كاجي سمع الكلام ده وقعد يرقص من الفرحه لحد ما الليل جه عليهم. رجع ديسبار سكران واكل دار. جه كاجي قال له انت ضعيف شكلك ولا ايه؟ قعد يتعصب ويتنطط وقال لك بكره الصبح نتضر. المهم بيطلع الصبح عليهم وبوجي صحي بدري زي الشاطر بينظف ويعمل اكل لحد ما ديسبار وكاجي صحيوا هم كمان. اول ما شافوا منظر الاكل بطنهم اتقلبت، بس بوجي بياكل وشكله مستمتع بالاكل، ولكن في الحقيقه الاكل طعمه مقرف. ده بسبب ان بوجي ابن عمالقه، والعمالقه بياكلوا الاكل زي ما هو حتى من غير ما يعرفوا طعمه. كمان معدتهم قويه ضد كل السموم، ده معناه ان ما ينفعش بوجي يطبخ مهما حصل. المهم بيخلص الحوار الاهبل ده واخيرا جه وقت التدريب. اول خطوه هي انهم يلاقوا سلاح مناسب لبوجي. دخلوا غرفه مليانه كل انواع الاسلحه. بوجي دخل يدور على السلاح المناسب ليه لحد ما لقى فأس صغير، ولكن حتى ده شكله تقيل عليه، لحد ما لقى سلاح نفك نظره وهو السلاح المناسب. وطول الايام الجايه بوجي بيتمرن كل يوم لحد ما ينام من التعب. كايجي كمان بيخش ينام وبيلاحظ اثار التدريب على ايد بوجي، واول ما الصبح يطلع بوجي مش بيضيع وقت، بيروح يشتغل ويتدرب على طول، ومن غير تضييع وقت بيطور المهارات اللي اتعلمها، ومفيش مانع برضه من شويه راحه لحد ما بيصحى ديسبار وبيبدا التدريب الخاص. اول ما كاجي مشي سمع صوت تفجير عالي جدا، جه يبص من الباب لمح بوجي وهو مكسر صخره عملاقه. طيب بعد ما شفنا القوه الرهيبه دي من بوجي، اكيد سالت نفسك لو دي قوه بوجي هو ملعون هيبقى عامل ازاي وهو عملاق؟ الخلاصه كان هيبقى عامل زي الملك بوس. يعني الملك بوس مش طيب زي ما انت فاكر، لانه عمل عقد مع الشيطان انه يسرق قوه حد من قرايبه في الدم مقابل انه يبقى اقوى رجل في العالم. وبما ان الملك بوس ما عندوش الحد ده، قرر يتجوز عملاقه زيه ويخلفوا طفل عملاق يسرقوا منه القوه دي. المضحك ان حفل الزفاف كان خناقه، قعدوا يدبوا في بعض لحد ما بقوا اقوى اتنين في العالم. وبعد ما خلفوا بوجي الملك بوس تمتع بقوه رهيبه، ولكن لما شاف حجم بوجي الصغير انتهت رحلته انه يبقى اقوى رجل في العالم، وقرر انه هيعمل حياه يعيش فيها بوجي زي ما هو عايز. ودلوقتي بوجي بيعاني وبوس رجع الحياه ولكن في جسم بايك. كمان الملكه هيلينج وصل لها خبر ان بوجي اتقتل. بعد ما هوكورو بلع ضرب من دوماس قرر يبلغ للملكه هيلينج ان بوجي اتقتل، ويعني كانت عايزه تقتله من الغير. ودلوقتي بوس هو كمان بيتجرب الوحوش اللي هيقتل بيها الملك، واللي دلوقتي عايزه تقتل هوكورو وكل عايز يقتل في بعض. بس فجاه بيخش دوماس يضرب كل الجنود وينقذ هوكورو من الاعدام. دخل عليه الملك بوس وضربه شويه عشان يسكت وقال لهم الخبر الصادق، بوجي لسه عايش وبيتدرب في العالم السفلي كمان، ودلوقتي هو اقوى واحد في العالم. وبمناسبه الاقوى بيبين لسه ما ماتش هو كمان، والملك بوس قرر يعفي دوماس من الاعدام، ولكن هيخسر منصبه ويتنفي من القلعه. المهم بيمشي من القلعه هو وهوكورو اللي بعد كده هيتدرب مع دوماس عشان يقتلوا وحوش العالم السفلي. ودلوقتي الملك بوس مستحوذ على جسم دايت ومستحوذ على الملك، ودلوقتي واقف قدام الملكه هيلينج كده اكتر انه مش ابنها دايت. خد العصايه بتاعته وسحقها لحد ما تحولت لجوهره صغيره بالظبط زي ما كان بيعمل زمان. يعني لما الملكه هيلينج عرفت ان ابنها ضاع اغمى عليها على طول، وبقت دلوقتي على فراش المرض بتنادي باسمه. والوحوش كمان في طريقها لغرفه الملكه عشان تقتلها. اخر امل ليهم هو الحارس الشخصي بتاعها دوروشي. اصلا دوروشي كان في منصب رمح الملك، بس تم تعيينه كحارس شخصي للملكه هيلينج. طبعا
طبعا ما كانش راضي عن القرار في الاول، ولكن بدأ يفهم تفكير الملك اكتر. كل الموضوع انه كان عايز يعرف اذا كان مناسب للمهمه او لا، وفعلا كان مناسب للمهمه ولسه لحد دلوقتي مناسب للمهمه، وهيحمي الملكه هيلينج بكل ذره قوه عنده. انطلقت الوحوش عليه كلها بهجمه واحده وقدر يصدهم ويبعدهم بعيد، ومن هنا بدأت الوحوش تنظم هجومها وقدروا يطرحوا دروشي على الارض، ولكن حسن الحسن كان جاهز ومدرع ومن صوابع رجله لحد راسه. بدأ واحد منهم هجوم وهمي عشان يشتت دروشي وقع على طريقه كابتن امريكا، بس فتح مجال لواحد تاني انه يكسر دفاعاته ويوقع الدروع منه. هنا استوعب ان الهجوم خير وسيله للدفاع، ولع دروعه واستعد يحارب الوحوش دي حد اخر نقطه دم، رغم ان عرض نفسه المخالب حاده زي السيوف، بس سرعته وضرباته بقت اقوى واسرع لحد ما وقع في فك الموت، ولحد دلوقتي رافض الاستسلام. مسكهم فقع عينيهم وكسر عظامهم وقدر يتغلب على وحوش اقوى من العمالقه، ولكن للاسف بعدها وقع غرقان في دمه. ميرانجو قدرت تستوعب ان خطتها فشلت، بس الملك بص ولا في دماغه، قاموا ورقصوا رقصه رومانسيه اخيره، وفي الاخر السحر بتاعها خلص ورجعت لشكلها في المرايه. في الاحيان دي دروشي صحي اخيرا بفضل الملكه هيلو، وبتاخد عهد على نفسها انها قاتل الملك بوس عشان ترجع ابنها دايل. العاد دلوقتي محبوس في سجن الظلام ومش عارف يوصل لنهايه. تيلينج قررت تروح تسال الملك بنفسها، وقفت قدامه قلبها مقهور على ابنها دايل. انت ازاي تعمل كده في ابننا؟ مش خايف عليه؟ بلاش دي، مش مكسوف من نفسك؟ وفي اللحظه دي صوتها وصل لدايت وهو في الظلمات، والمحزن اكتر انها الوحيده اللي قادره تسمعه ولكن مش قادره تعمل حاجه. وصل دايت لنهايه الظلمات، بس المره دي قدرت تحدد مكانه. دايت محبوس جوه جسم الملك، او بالاصح جوه جسمه هو شخصيا اللي بيسيطر عليه الملك بوس. الملكه هيلينج كانت على بعد خطوه واحده من انها تقتل ابنها، بس دروشي منعها، والامل اختفى من عيون دايت وطقت شراره الانتقام. في اللحظه نفسها بوجي اخيرا خلص تدريبات، والمفاجاه انه يقدر يتحكم في سلاحه بكل سهوله. بس لحظه، ايه السلاح الغريب ده؟ ديسبار شكله ضحك عليهم واداهم سلاح ابره. بس بلاش نحكم من دلوقتي. راح بوجي وديسبار وكاجي يحتفلوا بمناسبه انهم خلصوا التدريبات اخيرا، وللاسف الحلو ما بيكمل. دخل عليهم شويه متنمرين عايزين مشاكل، وقعدوا يتنمروا على بوجي وديسبار شويه، بس فجاه ديسبار ضرب واحد منهم وطيره لاخر المكان. في الاخر اجتمعوا عليه وعرفوا يضربوه. دخل بوجي هو كمان وخد له بوكس في وشه وكمل طيران لاخر المكان، ولكن المفاجاه ان بوجي قام واقف على رجله من غير ولا خدش. هجم المتنمر تاني، بس المره دي بوجي تفادى الضربه ولكمه لكمه بسيطه قوي، وديسبار ضحك ضحكه ثقه. فجاه المتنمر وقع على الارض ساكت. ايه اللي حصل بالظبط؟ جه الاثنين التانيين خدوا نفس اللكمه ووقعوا على الارض ساكتين هم كمان. ايه القوه الغريبه دي؟ ببساطه اسلوب بوجي معتمد على قوه هجوم الخصم، يعني بيستغل قوه اندفاع الخصم عشان يوجه ضربه بسيطه في الدماغ ويعمل اهتزاز. المهم المتنمر فقد اعصابه ومسك سلاحه، بس على طول ديسبار بيدي لبوجي السيف بتاعه، وبصنعه لطافه سحب السيف وطرحه على الارض بكل هدوء. من الاخر ده اسمه اسلوب ديسبا، بيعتمد على اصابه مستقبلات الالم والاعصاب، وبوجي بيستغل الاسلوب ده احسن استغلال. من الاخر بوجي يقدر يوقع اي حد من غير ما يقتله، في نفس الوقت يقدر يقتل اي حد بسهوله. بيخلص الحوار واخيرا بيكملوا اكل ويروحوا، بس الملك ديسبار سابهم يسبقوه وراح يخلص التمثيليه بتاعته. الاخوه المتنمرين في الحقيقه كانوا بيساعدوا الملك ديسبار عشان يختبر بوجي في معركه حقيقيه، رغم انه مجرد اختبار. الملك ديسبار قال لهم ان بوجي اقوى من كده بكتير، مع سرعته الغير عاديه اللي اكتسبها في التدريب مع ملك التعبين، اللي بالمناسبه قاعد دلوقتي بيحكي لبيبين الاحداث اللي بتحصل في القصر والاحداث اللي بتحصل مع بوجي. المهم بوجي قاعد دلوقتي خايف على مملكته ومش عارف ايه انسب خيار يتخذه في وضع زي ده، يعمل ايه مع الناس اللي كانت واقفه في طريقه في يوم من الايام. وهنا الصديق كان في وقت الضيق. كاجي اكتر واحد عارف قيمه الام، وقف قدام بوجي وفكره بالشجاعه اللي محتاجها عشان يكمل الرحله، وفعلا الابتسامه بتترسم على وشه وبيكمل طريقه. بس لو في حد محتاج المساعده فعلا هيكون دايت كان بيلعب زمان مع اخوه الصغير عادي، حتى انه وعد امه انه يبقى قوي عشان يحمي اخوه بوجي، لحد ما اتعرف على المرايه ميرانجو، ومن ساعتها بدات تمدح فيه وتديله نصايح ملهاش لازمه، لحد ما انتهى بيه الحال محبوس وبوجي هو اللي هيحميه دلوقتي. سخريه القدر دي بتهز جذع الشجره المزروع في ذكريات دايت لما افتكر انه كان بيقلل من شأن اخوه بوجي، لحد ما بيبين علمه درس قاسي عن الحياه. نزلوا المدينه عشان يشوفوا شخص اسوأ من بوجي، راجل مش بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم. دايت اول ما شاف الراجل ده قال انا لو مكانه كنت موتت نفسي من زمان، وهي دي الحكمه فعلا. رغم انه مش بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف، الا انه مكمل حياته وما فكرش حتى ينتحر، ودي لوحدها خير دليل انه اقوى من ناس كتير. وهنا بيجي دور دايت، لازم يدي الامل للناس دي انها تعيش. فجاه دايت بيفوق من احلام اليقظه بتاعته لانه اخيرا شاف حد في المكان الاسود اللي هو فيه، بنت صغيره بتبكي ومعاها مجموعه من الناس بيعاتبوها. الفجأة الاكبر ان ايديها الاتنين مقطوعين. اخيرا حد من الواقفين نطق وقال لدايت ان البنت دي هي اللي قتلتهم. حاولت تهرب بس قناعها وقع منها، واول ما دايت شاف وشها بلع لسانه من الخضه، وفي منظر مرعب الناس بصوا
بصوا لدايد وقالوا احنا اللي عملنا فيها كده، احنا اللي سلخنا وشها وقطعنا ايديها. قام دايد مسكهم كلهم ضربهم، والصدمه الاكبر ان البنت دي كانت ميرانجو، او تقريبا كانت ذكريات الطفوله بتاعتها، لان ميرانجو الحقيقيه دلوقتي في العالم السفلي تحديدا عند الملك ديسهار. دلوقتي الملك ديسهار اكتشف مصيبه، وكان قائد تنظيم فرسان العالم السفلي اخطر رجل شال سيف في العالم قدر يهرب من سجنه، او بالاصح في حد طلعه. في الاحيان دي الملكه هيلينج متجهه ناحيه القلعه عشان تحرر داي، وتحت القلعه على طول ميرانجو رجعت من العالم السفلي وجابت معاها ذكريات لصاحب الرمح ابيس. لما كانت تجرب عليه الوحوش بتاعتها ولقته بيعاني معاهم، قررت تظهر جانب من شخصيتها الطيبه وتهدي الخوف بتاعه، وقالت له على سرها ان وشها ومعظم جسمها مصنع. ولحد دلوقتي ما نعرفش ميرانجو طيبه او لا، بس اللي نعرفه انها وصلت ومعاها اخطر جنود العالم. على ذكر الخطر، بوجي دلوقتي هيودع الملك تسبار، بس المشاكل مش هتودعه. وصل جنود الملك دسهار عشان يقبضوا على جنود العالم السفلي وياخدوا معهم بوجي في الطريق. انطلقوا في رحلتهم الصعبه ضد اقوى خصوم الارض، فيهم قتله ومختلين وملوك، ومنهم كمان ملك السيافين اوكين. ودلوقتي مش بس فرسان الملك دسهار رايحين مملكه بوس، ده كمان الملكه هيلينج. لا واسوأ من كده ان الملك بوس اصلا تحت الاخضاع. تحت القلعه دلوقتي اسياد الدمار وصلوا لمملكه بوس، وهجم الحراس بتوع ميرانجو، بس واحد منهم بيشغل دماغه وقال لك احنا لو هجمنا على ميرانجو مش هنعرف نطلع من المكان ده، خصوصا ان المكان مليان وحوش. بيقرروا ينزلوا اسلحتهم ويكملوا الطريق لحد السطح، والجنود بتاع هيلينج دلوقتي في طريقهم للقلعه، وفي الغالب دي هتبقى المعركه الكبرى. حتى تسبار بنفسه جاي، ولكن هيتاخر شويه عشان حصانه كان متقاعد. لحد اللحظه اسياد الدمار ماسكين بوس وضرب وتهديد. فجاه الملك المستبعد ضرب سيد السيافين اوكين وقعد على العرش مكانه. قام اوكين شل حركته وقطع ايديه ورجليه، وبعدين نزل فيه تقطيع من غير رحمه. قرر يسيبه يموت بدل ما يقتله ويخلصوا من المعاناه بتاعته. وهو بيموت بيفتكر ذكرياته المؤلمه لحد ما بيموت في الاخر، وبيجي قاطع الطريق يتخلص من جثته لحد ما بيبين يشوف جثته ويخلي التعابين تدفنه. دلوقتي ميرانجو اتجننت خلاص وعايزه تمسح المدينه من الوجود، بس قوات الملكه هيلينج واقفه في طريقها. هجمت عليهم الوحوش، وبيبان من وهله الاولى ان التعامل معاهم بقى سهل، ولكن الموضوع كله ان هم بيقيموا مدى الخطر اللي يقدروا يعملوه. هجمت الوحوش كلها على دروش دفعه واحده، بس الراجل كان مليان مفاجآت بيقطعهم من غير رحمه. بس حتى الوحوش دي معاها مفاجآت، كل الحكايه ان هم بيخلصوا طاقتهم عشان يتعبوا. فجاه نزل اتنين من المجرمين عشان ياخدوا اللقطه، ودخلت الوحوش كلها على الملكه هيلينج. دروش واقف بيحمي الملكه وباقي الجنود بيحاربوا المجرمين لحد ما دخل وسطهم العملاق جيجانت وضربهم كلهم ضربه واحده. دروش قرر يخلي الملكه هيلينج تهرب عشان يكسب وقت، بس حتى الهروب مش خيار قدام واحد زي اوكير. نزل قدام الحصان وضرب الملكه هيلينج في ايدها. حتى دروش هو كمان اتضرب من العملاق لحد ما جت الفارسه ان ورمت السكاكين بتاعتها في وش اوكين بكل دقه، ولكنه طلع اقوى من انه يموت بالسكاكين. بسرعه بيرجع نفسه وذبحها بكل بساطه. اتصرفت الملكه هيلينج بهجوم بسيط، ولكن المفاجاه انه كان فعال وخلاه يهرب. وقبل ما تنقذ ان الوحوش بتحاصرها من كل اتجاه. الامل قرب ينتهي ودروشي بيموت خلاص، والملكه هيلينج كمان قربت تموت. فجاه باسق ضميره صحي وقرر يكسب وقت عشان الملكه تهرب. وعلى عكس المتوقع ميرانجو احترمت القرار ده احتراما لمشاعر ابيس، لانه ما عندوش دافع يكره الناس دي. في الحقيقه هم كانوا اصدقائه اصلا. الوقت ده ادى فرصه لدروش انه يفوق، وقام بقوته الرهيبه رفع المطرقه ورماها على العملاق بتاعه، وكمان بايديه العريتين ضرب الوحوش وعدمهم العافيه، والكل يشاهد في صدمه. دروشي اظهر قوته الجباره قدام الوحوش دي، ولكن للاسف الكثره تغلب الشجاعه. في اللحظه دي بنعرف ليه ميرانجو بتعمل كل ده من الاول. قالت بيكون باختصار انها عايزه تحقق احلام الملك بوس، وعائله الملك بوس واقفه عقبه قدام الاحلام دي. وفي الاساس اصلا هي اللي اقترحت عليه انه يخلف طفل تاني عشان تعرف ترجعه للحياه في جسم الطفل ده. في الحاله دي هيلينج كانت ام الطفل ده، واول ما شافت ميرانجو في الماضي قدرت على طول تستشعر الطاقه الشريره اللي طالعه منها. عشان كده ميرانجو عايزه تخلص منها في اقرب وقت، ولكن لازم تخلص على دروشي في الاول. اخيرا الامل يبتسم لما جنود العالم السفلي وصلوا للمدينه وشافوا المنظر المرعب اللي اوكين عمله في ابرياء المدينه. نزل على طول وقف قدامه بوجي، بس الحارس منعه من المواجهه ببساطه لان تسبار قال له ان بوجي ما ينفعش يقاتل اوكين بسبب اسلوبهم المتناقض في القتال. في الاحيان دي هجم المجرمين على ابيس وخطفوا منه ميرانجو، بس ابيس مسك واحد منهم ضربه لحد ما جه قاطع الطرق ادى الوضع، او بالاصح غدر بابيس وسابه مرمي على الارض. سيبك دلوقتي دروشي على الارض والوحوش مسكاه، فالكوم اشتد عليه لحد ما قطعوا رجله. على قد ما الموضوع كان مؤلم على قد ما خلاه يتحمس اكتر للقتال، وقدر يقف يقاتل الوحوش دي رغم كل جراحه. فجاه هيلينج صرخت بالنجده، بس بصوا لسه قلبه زي الحجر. دروشي بيموت، بس الملكه هيلينج قررت انها مش هتسيبه لحد ما وصلت النجده. ملك التعابين طلع من تحت الارض وانقذ دروشي في اخر لحظه، وسحق بقيه الوحوش بكل سهوله. الملكه هيلينج استغلت الفرصه وبدات على طول تشفي دروشي لقوتها، لدرجه ان المكان اللي حواليه اتملى بالازهار. جه العملاق يقتلهم، بس ملك التعابين انقذهم للمره الثانيه على التوالي. ولكن العملاق طلع قوي جدا ومسك ملك التعابين عدمه العافيه. ولحد لحظه فقدان الامل بوجي وصل
حصل أخيرا، ولكن للأسف كان متأخر جدا. الملكة هيلينج خلصت كل طاقتها ومستحيل تقدر تشفي التعبان بالحجم ده، أو ده اللي كانوا فاكرينه، لحد ما كاجي طلع كل الجرعات السحرية بتاعته ومن غير تضييع وقت شربتها كلها وبدأت على طول تشفي التعبان بكل طاقته. هما مش واخدين بالهم العملاق صحي، وهنا بوجي طبق فن التعامل مع العمالقة. أي كتلة عملاقة بتبقى عبارة عن جزيئات مترابطة، بس في كل الجزيئات دي في أماكن ضعيفة ما بينهم، ولو قدرت تستغل نقطة الضعف دي الكتلة العملاقة دي بتتحول لقطعة صغيرة. دي كانت كلمات المعلم تسباح، واللي دلوقتي بوجي بيطبقها باحترافية. ضربة بسيطة حولت مطرقة عملاقة لقطعة صغيرة وخلت وحش عملاق زي ده يطب بساك. بقية الموجودين واقفين في صدمة. اللحظة دي لمست جزء كبير من ذكريات الملكة هيلينج، رغم ان بوجي كان ضعيف جدا في مواقف كتير، بس كانت دايما شايفة ان في بطل جواه. اخيرا انتهت المعاناة مؤقتا. في اللحظة اللي كاجي والملكة هيلينج بيتكلموا فيها لاحظوا ان بوجي زعلان على الوحوش اللي اتضربت، وعشان الملكة هيلينج طيبة القلب قررت تشفي الوحوش دي، ففي لحظتها بقوا اصدقاء. مش بس كده، ده العملاق جيجان كمان اعترف بقوة بوجي واقسم بالولاء لمساعدة بوجي. واخيرا الدنيا بدأت تبتسم في وشهم، ولكن بتكشر في وش جنود دسهار لانهم دلوقتي قاعدين بيواجهوا اوكين، ورغم قوتهم الهائلة قدر يتغلب عليهم كلهم، وكمان بيقدر يرجع اطرافه حتى لو اتقطعت. بس في الوقت المناسب ديسبا قدر يتغلب عليه بواحدة من القدرات اللي اول مرة نشوفها، وبعد كده عرفنا ان اوكين اصلا اكتسب الخلود، وده معناه انه خسر انسانيته. بمعنى لو الانسان ما مرضش او كبر في السن، والاهم من كل ده ما ماتش، اول حاجة بيخسرها هي روحه. يعني الخلاصة اوكين مش انسان اصلا. ودلوقتي بوجي قاعد بيفكر في الخطوة الجاية، وهي انهم يرجعوا الوحوش دي لموطنهم الاصلي، وانطلقوا فعلا لمواجهة المخاطر الجاية. وفي الاحيان دي هوكورو ودوماس وصلوا لبوابة العالم السفلي عشان يتفاجئوا بكتيبة كاملة من فرسان العالم السفلي. الكترة تغلب الشجاعة، بس دوماس شغل دماغه وطلع على السلم عشان ما يعرفوش يتجمعوا عليه. طلع اول 3 على السلم، ودوماس صد هجومهم بكل قوة. هجموا بطرق مختلفة عشان يتتوه، بس كان اسرع واقوى بكتير انهم يضربوه، لحد ما جابوا السيف بتاعهم. والمفاجأة ان دوماس وقعه بسهولة، وعشان هو مش فاهم الوضع لسه قرر ما يقتلش السياف بتاعهم، ولكن برضه دماغهم عنيدة جدا وهجموا عليه بالأسهم والأسلحة. ولكن دوماس كان أقوى من إنه يقع بسهولة، وقبل ما هوكورو يتدخل وقعهم بسرعة من على السلالم، لحد ما هاجم عليهم القائد بتاعهم وقدر يوقعه بضربة واحدة. الملك دسهار وصل بنفسه وقرر إنه هيواجه دوماس بنفسه. طلع على السلم وجهز مطرقته العملاقة، بس شكله بيستخدم أسلوب مختلف في القتال. للأسف دوماس ما فكرش كويس، وقبل ما يوجه ضربته بيلاقي المطرقة عند وشه، بس قرر يديله ضربة بسيطة رخيصة كده تحت الحزام، وبعدها مات من الضحك. دوماس وقف تاني، وهوكورو هو كمان قام يشجعه، بس فرق القوة ما بينهم رهيب جدا. في الأحيان دي المساعدة قربت توصل، إن عملاق جيجان خدهم ونط بدل ما ينزل على السلالم، ونزل على الجنود على طول. وأول ما دوماس شاف بوجي ما قدرش يمسك الدمعة من عينه، حتى بوجي نفسه مش قادر يتخطى الموضوع. مشاعر مختلطة وتفكيره مشوش، أول مرة يحس بشعور زي ده، الكراهية والتعطش للانتقام. ولكن دوماس ما سابش فرصة للكلام، نط على طول على راسه عشان ينتحر، ولحسن الحظ فشل في الانتحار. هوكورو اداله كلمتين وفوقه شوية، وقرر انه يحمي بوجي مهما حصل. فرسان العالم السفلي حاولوا يقبضوا على العملاق جيجان، بس مسكهم ضربهم كلهم عادي جدا، لحد ما ملك دسهار ضرب ثعقب من البرق على جيجان. ولما القلق انتهى قال لهم على سبب وجوده هنا. الملك دسهار موجود في مملكة بوس عشان يتخلص من ميرانجو، لانها حررت مجرمين المملكة بتاعته. اسم ميرانجو بيرن في ذكريات بوجي، لانها مش بس كانت سبب في خراب المملكة، هي كمان كانت سبب في موت امه العملاقة اللي كانت بتحمي بوجي لحد اخر لحظة في عمرها. ولما ميرانجو دقت من السم اللي طبخته، بوجي قدر يعرف مين هي ميرانجو. لحد اللحظة الملك دسهار عارف القصة كلها، وعارف ان حتى لو محدش يعترض طريقه، بوس نفسه هيجي يعترض طريقه. دلوقتي الملك دسهار عايز يرجع جيجان للعالم السفلي، لانه كان واقف في طريقه في يوم من الايام، بس ما كانش بيعمل كده عشان هو مجرم فعلا. كل الحكاية ان هم كانوا بيعذبوا طفل من بني جنسه، وكمان كانوا بيحرقوا الباقي وبيقتلوهم من غير رحمة. وقتها جيجان ما استحملش المنظر وقرر ينقلب عليهم، ومن وقتها اعتبروا جيجان مجرم. فجأة جيجان قام وهجم على الملك تاني، ولكن تفاداها وضربه بصعقة باركو للمرة التانية، بس المرة دي بوجي صدها، والملك واقف في صدمة. بوجي رمى سلاحه عشان يهدي الوضع. هنا الملك وقف قتال وكلم اخوه تسبا بالتخاطر، وقال له على خبر صادم. بوجي ما حدش يقدر يقف قدامه، حتى الملك دسهار بنفسه ما يعرفش يقف قدامه. وهنا جات له فكرة مفيدة، انه يخلي بوجي يواجه الملك بوسو بنفسه. الملك دسهار عجبته الفكرة وقرر انه هيضم جيجان لقوات العالم السفلي بدل ما يحبسه، وده لانه في الماضي البعيد ما كانش راضي تماما عن اللي بيحصل في العمالقة دي، بس كان لازم يعملوا حاجة فابوهم الظالم. وقتها دسبا انسحب من القتال، واوكين اخوهم خد عهد على نفسه انه هيعمل تنظيم فرسان بيقاتل فيه عشان الحق، وجيجان كان واحد من الجنود دي. ودلوقتي دسهار قرر يحقق امان اخوه ويضم جيجان لقوات العالم
السفلي. فجأة الوحوش ظهرت وهجمت على الملك دسهار، ولكن قدر يخضع الكائنات دي بسهولة، ودلوقتي هيتجه للعالم السفلي. من بعد ما مشيوا من مملكة بوس، وبوجي مش قادر يسامح دوماس وطلع جري على السلالم. كايجي طلع جري وراه عشان يديله دفعة معنويات ويرسم الابتسامة على وشه تاني، ولكن الابتسامة هتتقلب قريب لأن في واحد قدر يفك نفسه من الأصفاد ومش هيرحم حد. طيب ليه أوكين بيعمل كده أصلا مع إنه كان واحد من أطيب قلوب العالم؟ الإجابة ببساطة كانت في قصة حياة. أوكين كان الابن الثالث للملك الظالم ساتون. الراجل ده كان دماغه لاسعة على الآخر، كان دايما مصدق إن في طريقة للخلود، وكان بيموت كتير من الناس عشان يجرب عليهم طرق مختلفة، لحد ما سمع عن فكرة إعادة الأحياء فقرر يخلف أطفال عشان يرجع نفسه في واحد منهم. والأطفال دول كانوا ديسها وديسبا وأوكين. كل واحد منهم ورث جزء من قوة أبوه. ديسها تقريبا ورث القوة كلها، وديسبا وأوكين ورثوا جزء بسيط من القوة دي. ومع مرور الزمن قدر الأبناء الثلاثة يتغلبوا على أبوهم الظالم، ومن بعدها كان السلام من أساسيات الحياة في العالم السفلي، لحد ما اكتشفوا حاجة في قمة الرعب. لما أوكين عدى سن ال 25 سنة اكتشف إنه ورث الخلود من أبوه، ومن بعدها خسر إنسانيته تماما وتحول لمجرد وحش، لحد ما قدروا يقبضوا عليه ويسجنوه خلف قضبان العالم السفلي. ودلوقتي الوحش ده حر طليق. تعال بقى نفتكر حد كنا ناسينه من زمان. بودي وكاجي لقوا أبيس مرمي على الأرض وهم ماشيين في الطريق بعد ما المجرمين غدروا بيه وضربوه وخدوا منه ميرانجو، وده اللي خلى ميرانجو تستدعي أوكين عشان يجي ينقذها. وفعلا بيكسر عظمه عشان يحرر نفسه من الحبال وبيجري على طول عشان ينقذ ميرانجو، وشكله رايح يواجه بوجي كأول خصم ليه. بس بوجي دلوقتي واقف في طريقه واحد من أكتر الجنود المخلصين لميرانجو. أبيس بيعترض طريق بوجي عشان ينفذ رغبة ميرانجو، لحد ما أدرك قوة بوجي اللي اكتسبها مع الوقت وسابه يعدي طريقه بابتسامة فخر على وشه. دلوقتي يا عيني بوجي مشاعره مختلطة، وفي وقت تفكيره في مشاعره بيعدي أوكين من قدامهم عادي خالص، وبيكمل طريقه عادي عشان ينزل عند ميرانجو اللي دلوقتي مخطوفة من مجرمين العالم السفلي، لحد ما دخل عليهم أوكين. وقف بوجي وكاجي يتفرجوا على الخناقه من بعيد. طلع أوكين سلاحه وضرب واحد فيهم لحد ما التاني حاول يهرب، بس وقف قدامه بوجي، واول ما سحب سلاحه المجرم ادرك قد ايه الهاله القويه بتاعت بوجي هتاثر عليه. قعد يعيط شويه، ولما بوجي صعب عليه حاول يموته بانه يرش عليه سم، ولكن احنا عارفين السموم البشريه مش بتاثر في العمالقه. هنا فرصته للنجاه تعتبر انتهت، وعلى طول بوجي طلع سيفه في لمح البصر وقعه على الارض. فجاه نزل أوكين ووقف قدام بوجي، وهنا المصيبه بدات. بوجي ما ينفعش يواجه أوكين، او ده اللي مفكره ديسبا، بس المفاجاه ان بوجي قادر يواجه أوكين فعلا، وكمان بيتفادى الهجوم بتاعه رغم ان محدش بيقدر يشوف الهجوم ده. بوجي بيتفادى كل ضرباته كانه عارف أوكين من زمان، بس في الحقيقه هو مش هجوم خافي او حاجه. أوكين بيستخدم نفس اسلوب بوجي، اسلوب ديسبا، عن طريق انه يرمي حاجه صغيره ناحيه اعصاب معينه يشل بيها حركه الخصم. بس بوجي اذكى من كده بكتير، عشان كده يعتبر العدو الطبيعي لاوكين. بوجي بيتفادى كل ضربات أوكين، وكمان بيقدر يسدد ضربات اكتر، ولكن مش بتاثر على أوكين بحاجه. ضربات أوكين بتنطلق زي الصواريخ على بوجي، لحد ما بوجي استغل الموقف وكسر السيف بتاعه لحتت صغيره. الصدمه الاكبر ان أوكين يقدر يرجع السيف بتاعه احسن من الجديد. هجم على بوجي على طول وعمال يتفادى كل ضرباته ويرد بضربات اقوى، ولكن من غير اي فايده. ضربات بوجي مش بتاثر على أوكين. ميرانجو طلعت جزء من الخير اللي محبوس في قلبها وقالت لهم ان بوجي لازم يهرب، بس بوجي ما كانش بيفكر في نفسه. بوجي فكر انه يقتل أوكين، لحد ما ميرانجو قالت لهم ان الراجل ده خالد ومش بيموت اصلا. حاول بوجي يهرب منه عشان يكسب وقت، بس أوكين استغل طيبه قلبه وحاول يأذي شخص تاني عشان يشده. لحد هنا كله تمام، لحد ما كاجي عرف مين المرايه اللي بيكلمها. في الاحيان دي قوات الملكه هيلينج لقت أبيس مرمي على الارض وبيموت مسموم، ولكن لحسن الحظ الملكه هيلينج كان قلبها طيب زي بوجي بالظبط، وقررت تشفيه قبل ما يودع حياته. لحد ما دخل عليهم دوماس وهوكورو، واول ما شافوا الملكه هيلينج نزلوا يعتذروا على الارض على طول. الملكه هيلينج استجمعت شجاعتها ونطقت بالسماح، وبعدها انطلق هوكورو ودوماس عشان يساعدوا بوجي، وانطلقوا الباقي معاهم عشان يقدموا الدعم. ولكن قبل ما نخش في قتالات عايزين نعرف اصل القصه. بوسو قبل ما يبقى ملك كان بيلف العالم عشان يبقى محارب عظيم، لحد ما وقف قدام مدينه اسمها هوما السحريه. اهل المدينه دي اتعلموا سحر محرم عشان يدافعوا عنها، وفي البلد دي قابل ميرانجو. في الوقت ده كان والد ميرانجو ساحر قوي جدا، بس في الاخر بوس قدر يقتله. ورغم كده ام ميرانجو انقذت الملك بوس من الموت رغم انه قتل جوزها، وده لانها كانت طيبه القلب جدا وبتستخدم سحرها لمساعده الناس. وعلى نفس خطاها كانت ميرانجو، وشعارهم كان بناء السعاده بسعاده الاخرين. لحد ما قامت الحرب، ووقتها بوس قرر يقاتل في صفهم لحد ما خسروا الحرب، ووقتها اهل مملكه هوما قرروا يهربوا لمملكه تانية جيكازو. بس لو كانوا يعرفوا بس ان هم عكسهم تماما. وزي ما توقعت مملكه جيكازو كان مكان مرعب وظالم، طول عمرهم كانوا بيتسرقوا ويتظلموا، واي حد بيحكمهم كان بيضحك عليه.
المهم أهل مملكة هوما قرروا يساعدوا الناس دي، وكمان حاولوا يعلموهم السحر، بس الناس دي كان قلبها صلب زي الحجارة، وكانوا بيستغلوا طيبة قلب ميرانجو. حتى لما كانت تقوم الحرب ما كانوش بيدافعوا عن بلادهم ولا كانوا بيساعدوا أهل هوما، بالعكس دول كانوا بيستغلوا أقل فرصة للهرب، ولو حد وقع في إيدهم كانوا بيعملوا أسوأ أشكال العنف. وفي الآخر اللوم بيقع على أهل مملكة هوما، لحد ما في يوم دخلوا على ميرانجو قتلوها بدون سابق إنذار، ودخلوا البيت سرقوا كل حاجة وكمان غدروا بيهم في الحرب. عشان كده ميرانجو بتعمل كل ده، ودلوقتي بوجي بيحاول ينقذ الوضع، بس الموقف بيشتد صعوبة. أوكين أصعب خصم يواجهه بوجي لحد دلوقتي. بوجي بدأ يتعب وأوكين قرب يخلص عليه، لحد ما دخل تسبا أنقذ بوجي أخيرا. اللحظة دي لمست جزء من مشاعر ميرانجو، ولكن مش وقت مشاعر دلوقتي. أوكين حاول يهرب بس انضرب بصاعقة من البرق، والصدمة الأكبر إنه نجا منها على عكس المتوقع. جري بسرعة أوكين وقتل الحارس بتاعهم، ودلوقتي هيواجه تسبا. أوكين حاول يضرب تسبا ولكن مسكها، واستعد عشان يضرب نفسه بصاعقة هو وأوكين، ولكن للأسف قدروا يضربوا. بوجي وقتها فقد أعصابه وقدر يستجمع قواه وضرب أوكين ضربات سريعة ومفاجئة، كسر قناعه والدرع والسيف، ولكن قدر يشفي نفسه ويقوم تاني. وبوجي دلوقتي في موقف صعب، وبقى في موقف أصعب لما أوكين قدر يصيبه أخيرا. فجأة ظهر وحش مرعب والتهم أوكين تماما، والوحش ده هو كارتي. بغض النظر عن التصرف المرعب ده من ميرانجو، لو رجعنا للتاريخ شوية هنلاقي إن أهل مملكة هوما هم أكتر المظلومين في العالم وقتها، وخصوصا ميرانجو، لأن أهل كيجازو ما كفروهمش الغدر اللي عملوه. كمان مسكوا ميرانجو عذبوها وسلخوا جلد وشها وقطعوا إيديها الاتنين. ولما بوس وشاف المنظر ده اتعصب ومسكهم دور فيهم القتل، ومن وقتها قرر إنه هيحمي ميرانجو وهيديها الحياة اللي هي عايزاها. ودلوقتي ميرانجو بتحقق انتقامها في ناس تانية. وانا غير المتوقع اوكين قدر يخلص على بوجي، بس في اخر لحظه بس ميرانجو قررت ترجع لطبيعتها الطيبه، واستحوذت على جسم واحد من المجرمين وبدات تنقذه من الموت. الطاقه الغريبه اللي طلعت منها دخلت تسبا وبوجي في مكان غريب، تحديدا في عقل ميرانجو، او في مكان ما بين الحياه والموت. ودلوقتي بيتفرجوا على كاجي وهو بيعدي ناحيه الموت، ولكن ميرانجو انقذته في اخر لحظه واقنعته انه يرجع للحياه تاني. على طول افتكر بوجي اكتر سبب بيخليه متمسك بالحياه وقرر يرجع، ودع امه ورجع الناحيه التانيه من النهر في مكان تاني في عقل ميرانجو، تحديدا عند دايت. ذكريات ميرانجو رجعت للحياه، ولكن للاسف دايت رجع لوحده. في العالم الحقيقي بقى وكان عمال يقطع في ملك التعبين لحد ما جه بيبين وقطعه النصين في لحظات. وهنا بنشوف قوه بيبين الحقيقيه لاول مره. وصل بقيه الفريق عشان يحاولوا يحبسوا اوكين، وقف قدامه دوماس وهجم عليه على طول وقطع دراعه، بس اوكين رجع نفسه ودوماس نجا بعجوبه من الهجوم بتاعه. بدات المواجهه تزداد حماسا لحد ما اوكين شل حركته، بس قبل ما يقطعه بيجي بيبين يكسر سيفه. دلوقتي كلهم شافوا اللي حصل وعرفوا الخدعه بتاعت اوكين. بداوا يهجموا عليه بالدور، بس قوته الخالده بتحميه في كل مره. جسكو دروشي وبدا يكسر وشه بايديه العاريتين، ولكن داين المتوقع قدر يقوم ويشيل نفسه تاني، بس المره دي بدا يتحمس اكتر من الاول وقدر يوقعهم كلهم. وقفوا على رجليهم مستنيين الهجوم الجاي من اوكين. في نفس الوقت ده بوجي شاف امه في عالم الموتى، وعلى طول افتكر اخر ذكرياته معاها. طبعا كلنا متضايقين من اللي حصل لام بوجي، بس ميرانجو مش في احسن حال برضه، لانها كانت هتموت برضه لحد ما عملت اتفاقيه مع الشيطان انه يحط روحها في مرايه مقابل انها تعيش، والشرط التاني انها لما تموت بجد هيلتهم روحها. ودلوقتي قاعده في عالم ما بين الاحياء والاموات بتاخد كلمتين من ام بوجي، بس في الاخر سامحتها. وهنا ام ميرانجو قالت لها على الحقيقه المره: لو كملتي في اللي بتعمليه ده يا ميرانجو هتبقي تعيسه اكتر. اتعصبت ميرانجو وبدات تبكي، وبوجي برضه اول ما شاف ذكرياتها قلبه حن ليها. بس في الاحيان دي الاربعه الكبار عرفوا يقطعوا اوكين اخيرا، ولكن في الاخر جمع نفسه وعرف يوقعهم. دخل هوكورو هو كمان يقدم الدعم ووقعه برضه. الوحيد اللي واقف دلوقتي هو كاجي، لحد ما اوكين قام وغز قائد قوات الدفاع تاني. وفي اللحظه الاخيره قبل ما الامل ينتهي طلع واحد ما حدش توقع انه يجي، الملك بوس، ورجع عشان يحميهم من اوكين. بس على عكس المتوقع ضرب بوجي، او بالاصح رماه بعيد عن الخطر، وكمان ضرب بقيه الموجودين، او بالاصح لمهم في حته واحده وغير رايه وقرر يشفيهم كلهم دفعه واحده. بس لحد دلوقتي في واحد ما خلصوش منه. بوس قرر يقف قدام اوكين، وكل دلوقتي بيتفرج على المواجهه القويه دي. هجم بوس عليه ولكن اوكين تفاداها وجه يضرب، بس لحظه ايه ده، السيف بتاعه اتكسر من قوه بوس. هجم اوكين بكل سرعه، والمفاجاه انه مش بيتاثر باي حاجه، لحد ما الملك بوس رفع مطرقته وبدا يضرب فيه بكل قوه لحد
حرفيا ما تحول لعصية. المرة دي الملك بوس عمل حسابه ومسك الدرع وحوله لكرة صغيرة عشان يحبسه جواه. اوكين تعافى منها، بس بوس مسك صخرة عملاقة وحاول يثبته فيها، والمرة دي نفعت واشتغلت كسجن الأوكين. بس لحد دلوقتي بوس هو اللي هيقف في طريقهم، واللي هيقف قدامه هو بوتشي. فجأة الملك بوس قرر يشيل عصايته ويروح يطمن على ميرانجو. وقتها ميرانجو فاقت لنفسها وأدركت كل المجاتر اللي عملتها. راح الملك بوس عشان يواجه بوجي واداله خيارين اتنين، إما إنه يقسم بالولاء للملك بوس أو يموت عشان ينقذ أخوه داير. بوجي هنا وقف متثبت وقرر القرار بحزم، وبقية الفريق مشيوا معاه وقرروا نفس القرار. دخل دوماس بدون سابق انذار، بس بوجي وقفه عند حده عشان يحمي حياته. بوجي قام وقف ثاني عشان يواجه الملك بوس. الكل وقف بيتفرج والكل خايف من القتال ده، بالأصح الكل خايف على بوجي. هجم بوس على بوجي بس بدأ يتفادى ضرباته، وقبل ما الضربة الأخيرة توصل ليه بسرعة بيكسر عصايته تاني. بوجي بيواجه نسخة أبوه العملاق لحد ما وصل للضربة القاضية، والملك بوس وقع أخيرا. هم بوس تاني بس بوجي قرر يكمل عليه، والجميع يشاهد في صدمة. كل ضربات بوس بتروح على الهوا، وفي لقطة جامدة قوي بوجي بيتفادى ضربة من غير ما يتحرك. حتى الملك بوس بنفسه كانت مشاعره مختلطة، وبدأ يزحف لحد ما وصل عند ميرانجو ومسك العصاية بتاعته بيستعد عشان يقتل ميرانجو، ولكن بوجي وقفه في آخر لحظة. وقع على الأرض أخيرا، وهنا ميرانجو حطت بوجي في موقف صعب. الحل الوحيد إنه يحرر دايد هو إنه يدمر ميرانجو. بوجي قرر القرار وأبيس وقف قدامه لحد ما ميرانجو أقنعته إنه يبعد عشان بوجي ينفذ الأمر اللي أمرته بيه. بوجي كسر ميرانجو لقطع صغيرة قبل ما تودع الحياة، وعدها إنه هينقذ روحها من الشيطان. فجأة طلع الشيطان من وسطهم، بس قبل ما يمسكوه نط على طول والتهم روح ميرانجو. ودلوقتي ميرانجو واقفة بتتفرج على الشيطان وهو بيلتهم عدد من الأرواح ويرجعهم تاني ويلتهمهم تاني، وده عالم المعاناة الأبدية، وميرانجو محبوسة في العالم ده. بمناسبة الحبس، في واحد تاني محبوس في العالم بتاعه. دايد دلوقتي بيشوف ذكريات الملك بوس لما كان أعز صديق لميرانجو، وكذا مرة ينقذها من الانتحار. وبما إنه عملاق كان قلبه كبير زي جسمه، وفي ذكرياته كانوا بيلفوا العالم مع بعض. ولما ميرانجو عرفت إنه كان عايز يبقى أقوى رجل في العالم، كانت عايزة تحقق الحلم ده أكتر من بوس نفسه. ومن وقتها بدأ بوس يهزم الخصوم كلهم لدرجة إنه زهق من الموضوع ده، لحد ما ميرانجو ودته لواحد قوي جدا، ولكن للأسف اتهزم في المعركة دي. وهنا ميرانجو رجعت لصديق قديم. للأسف الشيطان اللي التهمها كان واحد من أعز أصدقائها، ووعدته إنها مش هتطلب منه حاجة في الماضي. بس دلوقتي بوس طلب الأمنية بتاعته، وهي إنه يبقى الأقوى في العالم. وزي ما احنا عارفين سرق القوة من بوجي، وفعلا بقى الأقوى وقدر يهزم أقوى الخصوم. بس شعور الذنب كان أقوى من قلبه، وفي اللحظة دي ذكريات أبوه اتكسرت قدام عينيه، وأخيرا صحي في جسده الخاص. استعاد حياته أخيرا اللي كان عايشها. بس للأسف في حد تاني خسر حياته، ميرانجو، والشيطان اللي التهمها واقف قدامهم بكل برود. حاول هوكرو يضربه بس صدها بسهولة، وهنا التشتيت نجح عشان بعدها ديسهات ضربه بصاعقة برق وقدر يقطع دماغه. وقف قدامه تسبا وقال له عشان تاخد راسك لازم تحقق لي أمنيتي الأول. وقبل ما ينطق دايد قطع كلامه وقال له لازم ترجع ميرانجو. كله وقف في صدمة بعد اللي دايد قاله. الشيطان ضحك ضحكته الشريرة، بس في الآخر حقق أمنيته وميرانجو ورجعت للحياة فعلا. وهنا دايد أظهر مشاعره الحقيقية لميرانجو وطلب منها الزواج، ووافقت والدموع في عينيها. طلع قائد قوات الدفاع يعترض، بس ديسبا تفهم الموضوع مقابل انه يطلب تعويض مادي بسيط. بس قبل ما يمشي قرر يكلم ميرانجو عن معاناتها، وقال لها انها لازم تعلم المعاناة دي للاجيال الجاية بدل ما توصلهم ليها، وتكفيرا عن ذنبها اللي عملته لازم تحرص على سعادة الاخرين. بس لما ديسها سمع الكلام ده قال نفس كلام اخوه بالظبط وطلب تعويض مادي من الذهب والفضة. السبب اللي خلى ديسها يسامحهم بسهولة هو انه لقى فرصة تانية في تصنيف الملوك. باختصار الملك ديسها مصنف انه يبقى في المركز الاول في تصنيف الملوك، وده بيخليه يطلب اي حاجة هو عايزها. المهم دلوقتي في المملكة اللحظة اللي كنا مستنيينها، اخيرا الملكة هيلينج رجعت وشافت ابنها دايت لاول مرة من وقت طويل، بس ما قدرتش تمسك نفسها من العياط وخدتهم هما الاتنين بالحضن. طول الوقت شايفاهم اطفال صغيرة، بس لما عرفت ان دايت قرر يتجوز ميرانجو رقعت من الصوت على طول. في العالم السفلي بقى الملك ديسها نازل يختار هديته، وعضو لجنة التصنيف الملوك هيحقق له امنيته اخيرا. في نهاية المشوار دايت قرر انه يسامح ميرانجو على كل الجرائم اللي عملتها، وميرانجو وعدت انها تجيب السعادة للناس فقط. وبعدها دايت اعتذر لكل الناس وتنازل عن العرش لبوجي، وساعتها بوجي كمان اتوتر، بس في الاخر كاجي فوقه واداله دفعة ثقة بنفسه، وبكده بوجي اخيرا بقى الملك. وكل الناس دلوقتي بتوعده بالخدمة مدى الحياة. حتى دايت بنفسه شهد بالملوكية لاخوه بوجي، وبدأ الاحتفال. شالوا بوجي ورموه في السماء عشان يشوف منظر غروب الشمس الرهيب وهو بيحاول يقاوم
دموع الفرحة. بس وقتها كاجي حس بعدم الانتماء، أو بالأصح حس إن بوجي ما عادش معه. قرر يمشي ويعيش في الظلال زي أي واحد من عشيرة الظلال. بس بوجي ما نساهوش ونزل على طول يدور عليه لما حس بغيابه، ولكن للأسف مفيش نتيجة. نزل يدور عليه بنفسه، بس إنك تلاقي واحد من عشيرة الظلال يعتبر أمر شبه مستحيل بما إنهم بارعين جدا في التخفي. بس في الآخر بوجي تقبل الأمر الواقع وقرر إنه هيبقى الملك العظيم الحاسم اللي كاجي كان بيحلم يشوف. في أحيان دي ملك تاني صحي من الموت وقرر يعمل دوشة ويحرر أوكهيرن، ولكن هو ما حرروش عشان يعمل تمرد. المرة دي قطع راسه ورماها بعيد عشان يحقق انتقامه ضد أوكهيرن. في الأحيان دي بوجي راح يخلص شوية ورق ويصفي ذهنه شوية، ولكن حتى المنصب ده مش قادر ينسيه رحيل صديقه كاجي، لحد ما والدته هيلينج شجعته يخلي ثقته بنفسه عالية. وفي الأخير استوعب الموقف وعرف إن كاجي لازم يرجع. وكاجي دلوقتي بيعيش حياته بسعادة وبنى بيته الخاص، وقرر إنه مش هيسرق حاجة تاني ونزل يدور على شغل. ولكن للأسف كل الناس بترفضه، أو بالأصح بتبغضه، ولكن لسه ما استسلمش. روح بيته عشان ينام، والصدمة إن بيته متكسر. البيت اللي قاعد يبني فيه طول النهار اتهدم، وبعدها وقف يتفرج على غروب الشمس لحد ما نام. بس ذكريات بوجي ثابتة في دماغه. فجأة أحلامه اتحولت لحقيقة، وبوجي أخيرا لقى صديقه العزيز كاجي، وبكده يبقى سمع كلام والدته ولم شمله بينه وبين أكبر داعم ليه. بس المقابل كان غالي. بوجي رجع العرش دايد وقرر إنه هيبني مملكته الخاصة من الصفر. وهنا كاجي قرر يعيش ذكريات جديدة مع بوجي وهو بيبني المملكة الخاصة بيه.